السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه. اليوم غنقدم معكم او غنوجد معكم حسوه خفيفه كتوجد بسرعه وكتعجبني بزاف ودغيا كتوجد. كلشي كاين في الدار. هانتوما شوفوا، بقاو معايا وتبعوا معايا المراحل كاملين. كناخذ قاميله كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا شي معلقه ونص ولا 2 معالق. كندير فيها البصله، داك الوراق ديال البصله هذا كان ما كنلوحوش، كنقطعو كنديرو في الفريكو وكنستافد منه. عندي القزبر والمعدنوس والكرافس دايرهم في الفريكو حتى هما درتهم. داكشي سريع وكلشي دغيا صوبته. درت الملحه، البزار، سكينجبير، الخرقوم صافي، ودرتها تشحر واحد شويه صافي. غير شويه حركتها، راه باقي داكشي كله مجمد. هنا ما غادي نغطي عليه القميله باش يعرق وتعطي الريحه ديال البصله في التشحار ديالها. ايوا شحرات واحد شويه وطلقات العطريه ديال اللي درت صافي. زدت عليها الماء غليان كنت موجداه من قبل، زدتو بللت صافي. درت القياس ديال البلول او ديال الروا اللي غادي طيب فيه البلبوله ديالي. درت البلبوله تقريبا شي 3 معالق كبار، درتهم في الماء في الحسوه ديالي ودرتهم يطيبوا. تبعوا المراحل معايا وتشوفوا كيفاش انا كنطيب هذه الحسوه. صافي شديت 3 مطيشات غسلتهم، ما كبار ما صغار، موين متوسطين، ودرتهم في البلول يطيبوا صافي. وغادي ندير معاكم ديك لاستيس ديالي ديال التحميره ديال الفلفله اللي كنت وجدت معاكم، كدير بنه رائعه في الحسوه صافي. وخليتهم حتى طابت مطيشه. هي باقا البلبوله غادي طيب، ولكن عيب ما طابت مطيشه الزيته تطلق البنه ديالها في الحسوه. انا كتعجبني تكون مطيشه فيها كثيره وعاطيه البنه ديالتها صافي. كنهز هذوك مطيشات هما تحلوا طابوا. شوفوا اللون دابا اللي معطي اللي عطات ديك التحميره ديال الفلفله في الحسوه. ما زدتش مطيشه. واحد البنه راه رائعه وتتصدم، والله الا صدماتني انا البنه ديالها صافي. طحنتهم مع بهاد البغاميكسور اللي يطحنوها في الطحانه الكهربائيه ولا يحكم في الحكاكه من الاول كاع، ما يرميهم كاع في القميله. انا هاد هي الطريقه اللي كندير الحريره اللي بغيت نطيبها صافي. وشديتها صفيتها هذيك من دوك القشور ديال المطيشه ومن ديك الزريعه، صفيتها في ديك الصفايه المشهوره صافي. صفيتها مزيان وحركتها. ها خليت ديك بقاتي الزريعه ودوك القشور ديالها. من بعد ما زدت مطيشه الجميله خليتها صافي، حركتها وخليتها حتى انسجمت مطيشه مع في الحسوه وصافي. وكملت الطياب ديالها صافي. وخليتها تطيب، غطيتها واحد شويه بين ما غلات صافي. وغطيت القميله درتها نصها باش ما تطيبش البلبوله. الا زمت عليها غادي تفيض صافي. خليتها حتى طابت على خاطرها. نتوما شوفوا القوام ديالها كي داير. اللي بغات تكون جاريه شويه تيزيد فيها شويه الماء غليان، اللي ما بغاش هذا هو كيعجب. هذا هو القوام العادي ديالها، تيعجبني بحال هكا صافي. هي طابت. هي وجبه خفيفه زوينه بحال درنا الحريره الحامضه او الحريره العاديه ديالنا البنه ونقدموها للعشاء ولا للفطور. ها هي دابا انا غادي نخويها في الزلافه. هذه الحسوه راه سهله في التحضير وكل شيء موجود في الدار. ومن جهه كنستافدوا من بعض الحيال كنديروهم في المطبخ ديالنا. مثلا البصله انا كما قلت لكم ما ترميش الورق ديالها وكنستافد منه. هاني مثلا صوت به الحسوه، صوت به المسمن. هذاك المسمن راه عامر بالبصله، الورق ديال البصله. وكنقضي به بعض المرات الا تقدت ليا البصله وما كاينش اللي تسخر ليا. وفي الختام الى اللقاء في فيديو جديد.